ربما أشياء تحدث. على الجمهور أنه ينضبط، على الجمهور أنه يكون منضبط، على الجمهور أنه يكون رياضي في هذا اللقاء، لأنه ما هو إلا لقاء كرة القدم، وما هو إلا لقاء بين الإخوة والأشقاء، وبين طبعا فريقين لهما تاريخ مجيد في كرة القدم الجزائرية. طبعا لما نقول الأنصار مش كل الأنصار، لأنه فيه البعض ربما اللي يناصر الفريق بكل يعني الجوارح نتاعو، لكن أنا نشاهد أمامي لأنه في مكان التعليق نشوف أشياء أنه بعض الأنصار غاضبين على هذه التصرفات الطفيلية لبعض أشباه الأنصار. أنا حتى نقول داخل الميدان اللاعبين عندهم دور كبير في ممكن دور كبير يعني في التأثير على اللاعبين سلبيين أو إيجابيين. تصرفات السلبية داخل الميدان تاع اللاعبين تأثر سلبا على الجمهور وتكون ردود فعل سلبية، وبالتالي تصرفات اللاعبين عندها دور كبير في تسهيل المقابلة من ناحية الرياضية، وتكون الأمور هادئة. يعني تصرف لاعب واحد ممكن راح تكون يأثر على ردود فعل، وراح تكون ردود فعل سلبية، وبالتالي لازم اللاعبين أيضا يتحكموا في أعصابهم ويعتبروا هذه المقابلة أكيد مقابلة تاع كاس، ومقابلة ممكن تأهل للنهائي، ولكن قبل كل شيء هي مقابلة كرة قدم وفيها فائز ومنهزم. نعم فقط، ومقابلة في كرة القدم وفيها من طبعا الإمكانيات، وربما فيها من الفرجة ما يسر طبعا المشاهدين الكرام. المحاولة لصالح شوشي طويلة، شوشي للأمام أمام التراوري، فيه تدخل من جغبالة، فيه تدخل من جغبالة على التراوري ليتحكم في الكرات، ونقول أنه يتنقل يمينا ويسارا وفي المحور يعني تاع الهجوم. أكيد هو اللاعب يعني الأكثر تقدما إلى الأمام، وهذا اللاعب تجيه الكرات الطويلة وتكون عنده مساندة تاع 3 لاعبين هما جابو ومترف وايضا فاهم، وبالتالي كل الكرات الطويله يعتمدوا عليها مع اللاعب الطراولي هذا. نشوف الكره هذه ثابته، وفاهم بوعزة يفتح مليحه ناحيه جابو، محاوله لكن لا، مترف هو اللي كان وراء هذه الكره. شوف حتى العمل كان جيد وطيب من جابو، شوف بل من اللاعب الموشية هو اللي رفع الكرة نوعا ما، وأمام الحارس دوخة، وعودة دفاع تحت حراش. ترجع الكرة من سليم بومشرة أبو علام، تخرج للتماس خالد الموشية خالد. لازم نتذكر عبد الحفيظ يعني لحد الآن من حوالي 35 دقيقة لعب ما شاهدناش من الناحيه التقنيه اشياء كبيره جدا. تخوف الفريقين حتى على اللاعبين من الناحيه النفسيه فيه ضغط عليهم، يعني اتحاد الحراس او سواء فريق الوفاق، يعني الضغط هذا ربما راح يولد نوع من التخوف ونوع من يعني العمل الفني يعني للاعبين. مليحه هذه الكره، انطلاقه سريعه جدا داخل منطقة عمليات مليحة، ترجع الكرة لكن رجوع لموشية خالد، ويرجع لموشية ناحية الموشية دائما في وسط الميدان أمام لتراوري، لكن بن عبد الرحمن من هناك. ترجع الكرة مباشرة لدفاع فريق اتحاد الحراش عن طريق دمو وغربي. كل الكرات تمر على غربي سواء في وسط الميدان أو في الدفاع، وحتى في بعض الأحيان في الهجوم. والمحاولة لفريق اتحاد الحراش يحاول دخول منطقة العمليات بعمل 1-2، ثم محاولة لغربي لجغبالة على الجهة اليمنى، راح يرفع هذه الكرة ويبحث عن هندو، لا يبحث عن الجناح الأيمن لينطلق بسرعة في محاولة، لكن في خطأ لصالح الوفاق ولصالح دلهوم اللي كان
كانت اللقطه وضحت انه مسك من القميص من لاعب اتحاد الحراش على اللاعب رقم 13 على يشير علي موسى. طبعا لقطه اخرى يعني نقطه من او اعاده اخرى للقطه حسين مترف. ترجع الكره فريق اتحاد الحراش وبن شادي دلهم يخرج الكره وفيه دفع من اللاعب، فيه دفع واضح من اللاعب رقم 47 او عفوا 41 اللي هو اللاعب نضرع ابراهيم في غياب طبعا مجموعه من اللاعبين من جانب الوفاق ومجموعه من جانب اتحاد الحراش. ترجع لجغبالة ثم يوقفها لموشية خالد. لا الحكم يقول واصل اللعب. جابوا امامه دائما اثنين من اللاعبين او ثلاثه، جابوا لعب في اتحاد الحراش ويعرفوا امكانياته كثير. اللاعبين يعني اللي موجودين حاليا تقريبا اكثريتهم لعبوا مع اللاعب، جابوا منهم بوعلام، منهم بن عبد الرحمن، منهم جغبالة، منهم هندو، يعني يعرفوا كثير اللاعب جابوا بامكانياته الكبيره، خاصه المراوغات اللي يمتاز بها هذا اللاعب والتمريرات الجيده والمليمتريه. انطلاقه، لا فيه تماس لفريق الوفاق عن طريق بن شادي. المعاناه ستكون طبعا من الجانب الدفاعي لفريق الوفاق ب10 لاعبين بعد طرد لاعب ديس في الدقيقة 25. جابوا وقف الكرة، يرجع ثم مجموعة من اللاعبين تراقب جابوا، لكن فيه مترف على الجهة اليسرى يفتح مباشرة والحارس دوخا، وكاد الحارس دوخا أن يرتكب خطأ فادح وكذا تراوري كو أن يصل إلى مرمى الحارس دوخا. انطلاقة لغربي وخطأ من لموشي خالد في وسط الميدان. طبعا الدقيقة 39 توفيق كما قال توفيق قريشي ما شاهدناش كثير يعني لأنه في تخوف من الجانبين، في تخوف في تلقي الأهداف يعني أكيد، لأن مقابلة الكاس يقول لك يا عبد الحفيظ مقابلة الكاس لازم تربحها ما تلعبهاش، ماهوش البطولة يعني تقدر المهم هو الفوز في هذه المقابلة والوصول إلى النهائي، خاصة في هذه المرحلة يعني في النصف النهائي، وبالتالي لا يهم يعني الطريقة ولا ممكن الأداء. المهم هو الفوز، وبالتالي كل فريق الآن راهو متخوف ويحاول يخادع المنافس تاعو في اللحظة اللي لازم يخادع فيها. نعم، وهي مقابلة وفقط يعني نصف النهائي واحد فقط، وهذا الشيء يخلي اللاعبين انهم يبذلوا قصارى جهدهم باش يكون فيه النتيجة حتى على حساب الأداء. هذا لا يهم بالنسبة للفريقين طبعا، كل فريق يحاول أنه يصل إلى الهدف الأسمى تاعه وهو التأهل إلى نهائي كأس الجمهورية. والمحاولة لجغبالة في وسط الميدان، ترجع الكرة لصالح يشير بوعلام محاولة ربما راح يراوغ ويدخل منطقة العمليات. ترجع الكرة لصالح جغبالة، هندو مقابلة وهندو يوزع، لكن فيه تسلل، فيه وضعية تسلل يعلن عليها أو يرفع رايته مساعد الحكم في هذه اللقطة. والعيفوي عبد القادر على الصورة وحده حاليا، يعني كما يقال أنه المحور نقص منه واحد، يعني لاعبين محوريين يعني في الدفاع، يعني